يا مساء الجمال. الحلقات اللي فاتت انتهت لما بسمة قالت لمسعد انها حامل، وكان السؤال تفتكر ده هيغير اسلوب مسعد في التعامل معاها ولا المشاكل اللي بينهم هتزيد؟ ده اللي هنعرف. بس الاول ما تنساش اللايك، ولو انت اول مرة تشوفنا اشترك في قناتي عشان يوصلك باقي حلقات المسلسل، ولو لسه ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيني سايبالك اللينك تحت الفيديو وفي اول كومنت. حكايتنا بدأت مع عبلة مامة مسعد ومنعم اخوه سماح مراته وهم في شقة بسمة بيباركوا لها على الحمل، وبيقولوا لها بقى الكلام اللي احنا عارفينه في المناسبات دي، ما تشيليش حاجة تقيلة وما تعمليش مجهود وكده يعني. وبعدها عيلة مسعد مشيت وعيلة بسمة وصلت، ومامتها قالت لها نفس الكلام. ساعتها أستاذ محمود باباها سألها على الشقة ولو كانوا مضوا العقد ولا لسه، فبسمة قالت لك انهم قرروا يأجلوا موضوع الشقة ده شوية لانهم داخلين على مصاريف ولادة وحاجات البيبي. بس مامتها ما اشترتش الكلام ده واخدتها على جنب وسألتها اذا كان التأجيل ده برضاها ولا غصب عنها. فبسمة قالت لك برضايا يا ماما، وفلوس المقدم انا شايلاها لحد ما نلاقي شقة تانية. وبعد ما العيلة مشت مسعد بدأ يساعد بسمة في توضيب البيت، اللي هو شكل كلام مامته ومامتها أثر فيه، وكالعادة قال لها ما تيجي ننسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة. ساعتها بسمة قالت له انا عمري ما شايلتك هم حاجه، وكل اللي انا طالباه من ساعه ما اتجوزنا هو الامان، فما ينفعش افضل خايفه منك ومن ردود افعالك كل ما اتكلم معاك في اي موضوع. فالمعلم وعدها تاني ان عمره ما هيعمل حاجه تزعلها وتتقطع ايده قبل ما تتمد عليها تاني، بمعنى اصح لبسها سلطانيه تاني. على زاويه تانيه بنشوف معتصم هو واخته فاطمه في دار ايتام. طب بيعمل ايه هناك؟ اقول لك، معتصم شايف انه لو اتبنى طفل ممكن يخلي مراته ساره ترجع البيت وعلاقتهم ببعض هتبقى احسن لما يبقى عندهم طفل يهتموا بيه، وكان عايز يعملها لها مفاجأة، فأخد أخته عشان تساعده في القرار ده. لكن هي على قد ما كانت مبسوطة باللي هو بيعمله كانت شايفة إنه لازم ياخد رأي سارة الأول، وكمان الحاج سعيد باباه مش هيتقبل موضوع التبني ده بالساهل. نرجع لمسعد وبنشوفه قاعد هو وأخوه في الكافيه بتاع راغب جوز أختهم وفاء عشان يشوف لهم أي مبلغ يسدوا بيه وسط الأمانة اللي مسعد كاتبه على نفسه. فالتاني خلع بشياكة وقال لهم إن فلوسه كلها في الكافيه ومعهوش سيولة كافية، فمنعم جابها له من سكة تانية وقال له طب ايه رايك تشاركنا في المحل بتاع ابويا الله يرحمه وهنفتحه اي حاجه، كافيه ولا مطعم شعبي، احنا بالمحل وانت بالبضاعه، عشان مشروع الملابس ده مش جايب همه معايا. فراغب قال لك اذا كان كده انا معاكم، بس الاول لازم اختكم توافق نروح المطبعه اللي بسمه بتشتغل فيها عشان نتعرف على اغلس شخصيه في المسلسل، وهو طارق جوز ليلى بنت الحاج سعيد. والراجل ده حاطط نقره من نقر بسمه ومستني لها غلطه، وده لان في بنت تانية بتشتغل في المطبعه بتنقل له كل اخبار الموظفين وطمعانه في منصب بسمه في الشغل، فبيحاول يسوق صورتها علشان يمشيها. لكن عمك الحاج سعيد كل مره يديله على دماغه ويقوله ان بسمه بقالها سنين بتشتغل معانا وبيعتبرها زي بنته. وعشان اكد لك غلاسه الراجل ده، تاني يوم لما سمع فاطمه بتكلم ليلى مراته على موضوع التبني اللي معتصم اخوهم عايز يعمله، ما بقاش لا على حامي ولا على بارد. وبالليل وصل الكلمتين دول لعمك سعيد، والراجل ما كانش مصدق ان اخرتها اللي هيشيل اسمه هيبقى حفيد بالتبني، فقعد مع معتصم عشان يحاول يقنعه يرجع عن القرار ده ويفكر انه يتجوز واحده تانية غير ساره ويخلف منها بطريقه طبيعيه. لكن معتصم زي ما قلت لك قبل كده بيحب مراته جدا وبيعتبر اللي باباه عايزه يبقى خيانه، وفي الاخر اقنعه بفكره التبني دي. على الجانب التاني بنشوف بسمه ومسعد وهم عند الدكتور عشان يطمنوا على الحمل، وبعدها اخدها ونزلوا يتمشوا شويه. ساعتها بسمه شافت بوست لشغل يوسف اخوها على الفيسبوك لانه فاتح هو وصاحبه مشروع توصيل طلبات للمنازل وطلع عينه، فمسعد كان شايف ان الشغلانه دي هتخلي اخويا يسترجل. ساعتها بسمه زعلت من الكلام وقالت له انا اخويا طول عمره جدع، واول ما اتخرج من الكليه فضل يحاول في كذا شغلانه لحد ما عمل المشروع الخاص بيه. فمسعد اخد الكلام على نفسه ما تفهمش ازاي وقال لها قصدك ايه يعني انا اللي مش راجل؟ وكلمه منها على كلمه منه قامت عركه كالعاده وكان هيضربها بالقلم في الشارع، وبعدها سابها لوحدها ومشي. ولان دماغه فيها شعره ساعه تروح وساعه تيجي رجع تاني عشان يصالحها، بس ما لقاهاش في المكان اللي سابها فيه، فرجع جري على البيت عشان يراضيها. لكن ام 44 كانت اصطادته وهو طالع من على باب شقتها وقالت له تعالى هنا مراتك مش فوق، انتوا اتعاركتوا ولا ايه؟ فحكى لها على اللي حصل. وبصراحه عبله اول مره تقول كلمه حق وقالت لك انه غلطان عشان ساب مراته في وقت متاخر كده في الشارع، وما دام ما رجعتش لحد دلوقتي يبقى اكيد راحت عند اهلها، واللي هي حسبته طلع صح لان فعلا بسمه راحت لباباها عشان تبات هناك. ولما سالها ايه اللي حصل بينها وبين جوزها قالت له معلش يا بابا سيبني انام وبكره هحكي لك على كل حاجه. وبعدها بشويه مسعد وصل
وطلب منها يروحوا مع بعض ويحلوا مشاكلهم في البيت، لكن هي كانت زهقت من كلامه وجابت اخرها، فقالت له مش هتخلص المرة دي معلش يا مسعد، ومشيته من بيت اهلها وقفاه يأمر عيش. تعالى نتعرف بشخصية جديدة، وفاء اخت مسعد ومنعم ومرات راغب، وهي بتحاول تفرفش جوزها اللي عايش دور الكآبة عشان في مشروع هو فاتحه ومحتاج شوية فلوس عشان يكبره. فراغب قال لك ايه ان الحل الوحيد عشان يمول المشروع ده انه يتجوز واحدة ارملة اتعرف عليها، والست دي معاها فلوس كتير وهتحل له كل الازمات. ساعتها وفاء اتحولت عليه وقالت له على جثتي، ولو انت عايز تعمل كده تطلعني قبل ما تجيب لي ضرة، وانا برضو مش هنولها لك. نرجع لمعتصم وهو اخد سارة مراته على الملجأ اياه عشان يفاجئها بفكرة انه هيتبنوا طفل. ساعتها سارة كانت متلخبطة ومش عارفة تفرح ولا تتضايق لانه اخد قرار زي ده من غير ما يرجع لها. فمعتصم بدأ يطمنها ويقول لها ان القرار ده قرارها في الاول وفي الاخر، ولو هي مش موافقة هيشيل الفكرة من دماغه اصلا. على الجانب التاني مسعد ملقاش حل غير انه ياخد مامته ويروح لبسمة بيت اهلها عشان يلموا الموضوع. ساعتها عم محمود اداله من المنقي يا خيار عشان ساب بنته لوحدها في الشارع. وعايزه افكرك ان بابا بسمة لحد دلوقتي ما يعرفش البلاوي اللي مسعد بيعملها مع بسمة، وكمان انه سرق الفلوس بتاعتها. فطنط عبلة طلبت منه تتكلم مع بسمة لوحدها ونيمتها بكلمتين، ووعدتها انها هتضمن لها ان مسعد ما يمدش ايده عليها تاني ولا يزعلها، وكمان يرجع لها الفلوس بتاعتها على داير مليم. وجابت مسعد يقول الكلام ده قدام منها، بس برضه بسمة معاندة ومش عايزه ترجع. وقتها حصلت حاجه غريبه شويه لما عبلة قالت لها انا لو مشيت من غيرك مش هرجع البيت ده غير على طلاق، وانت لسه صغيره عشان تبقي متطلقه مرتين وشايله على دراعك عيل. ايه بقى حكايه متطلقه مرتين دي؟ اكيد هنعرفها في الحلقات الجايه. المهم بعدها بسمة رجعت البيت والدنيا بينهم بقت حلوه تاني، والحب ولع في الذره. لكن زي ما بيقولوا كده الهدوء الذي يسبق العاصفه، لان في اخر الملخص هتبقى فيه مفاجاه، فخليك معايا للاخر. وبوادر العاصفه بانت لما الدكتوره قالت لهم ان بسمة حامل في بنت. ساعتها بسمة حست ان مسعد اتضايق، ولما سالته قال لها كل اللي يجيبه ربنا كويس. ولما روحت حكت لعبلة على اللي هي حست بيه من ناحيه مسعد. فست الحبايب قالت لها كل ده هيتغير لما يشوف البنت بتلعب قصاد منه وماليه الدنيا تنطيط، ما تشغليش بالك وركزي في اللي في بطنك. في نفس الوقت راغب كان بيفرش الفيلا الجديده للعروسه من ورا وفاء، بس هي كانت مراقباه وطبت عليه فجاه وقالت له انت برضه هتعمل اللي في دماغك، على العموم انا ليا اهلي يجيبوا لي حقي منك. فراحت لعبلة وحكت لها على اللي حصل، فكان رايها ان وفاء ترجع بيت جوزها لعيالها وما تدلوش فرصه انه يغلطها، وهي ليها تصرف تاني معاه هي واخواتها. لكن مسعد هو واخوه كانوا محتاجين راغب عشان هو الوحيد اللي هيطلعهم من الورطه بتاعت الكمبيالات اياها، خصوصا بعد ما وضبوا المحل عشان يفتحوا مطعم وواقفين على الفلوس اللي راغب هيمول بيها المشروع. والموضوع اتعقد اكتر لما صاحب البضاعه بعت رجاله لمسعد يهددوه اذا ما دفعش هيعملوا معاه الجلاشه. فالتاني عمل فيها شجاع السيما وحاول يضربهم، فعدموه العافيه وسابوه مرمي في الشارع. على زاويه تانية بنشوف ساره اقتنعت بموضوع التبني وخلصوا الاجراءات واخدوا ولد اسمه مصطفى على البيت. وفي الاول الحاج سعيد ما كانش متقبل الفكره، بس لما سابوه مع الولد شويه رجعوا لقوه بيلعب معاه وعمال يبوس فيه. اما مسعد فروح البيت مدغدغ واضطر انه يحكي البسمة على الكمبيالات اللي مضاها على نفسه. والست بصراحه طلعت اصيله، وكان ردها المفروض انك تقولي من الاول وما كنتش تخبي عليا حاجه زي كده عشان اقدر اقف معاك. بس الغريبه ان تاني يوم عبلة طلعت فلوس لمنعم وقالت له يروح يسدد الدين بتاع اخوه اللي هو اصلا الدين بتاعه. وفي الاول منعم ما كانش موافق وحاول يبلفها بكلمتين، بس هي قالت له هتاخد الفلوس ورجلك فوق قفاك. طيب هي الفلوس دي جت منين؟ ما هو ده نفس الكلام اللي مسعد ساله لمامته ساعه ما ادت له الكمبيالات وقالت له ان منعم سدد الفلوس، وقال ايه اخوها وافق انه يشتري الارض وهيديلها الفلوس بالتقسيط، ودي اول دفعه. لكن هو ما صدقش الكلام ده وحس ان في حاجه هي مخبيه عليه، فطلع لمنعم عشان يفهم منه الحكايه. وطلعت يا سيدي الفلوس دي اصلا بتاعت منعم وكان شايلها مع مامته، يعني هو من الاول كان معاه فلوس وسايب اخوه يسرق فلوس بسمة عشان يطلعه من الحبس. وده اللي خلى مسعد يتعصب ويقول له متشكرين يا اخويا وسابه ومشى. طب خلصت كده؟ لا، دي بسمة عرفت من سماح بالصدفه ان موضوع الكمبيالات خلص، ولما سالتها ازاي التانية قالت لها ان منعم قال ان عبلة كان معاها دهب وبعته. فصاحبتنا نزلت بهم طافح وانفجرت في مسعد وعبلة وقالت له انت جبت فلوس الكمبيالات دي منين؟ فرد استلفتهم. فبسمة قالت له يعني منعم كداب وانت ما اخدتهمش من مامتك، ولا انت اللي بتكذب ويمكن الكمبيالات دي لعبه من الاول عشان تسرق فلوسي؟ والله اعلم في ايه تاني. راح مسعد متمطع وادالها قلم سوارها. ساعتها والاول مره بسمة بترد له القلم، والمعلم وقتها ما حسش بنفسه غير وهو طابق في زماره رقبتها وبيخنقها، وسماح وعبلة بيحاولوا يسلكوا بينهم. وفي النهايه بسمة بتقع في الارض وبتدخل في نوبه تشنجات، ومسعد متنح ومش عارف يتصرف ازاي، وسماح
سماح ومامته بيقولوا حد يطلب الإسعاف، وكده تخلص حكايتنا. تفتكر بسمة هترجع تاني لمسعد بعد اللي عمله؟ شاركنا برأيك. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت. باي.